Closed doors, I'm a fool for your love. سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ عندي لكم اليوم واحد المفاجأة. انا دابا في لاكار كازابور، غدا لتمارا ان شاء الله. غادي نوصل تقريبا شي ساعة كنظن. المهم هاد المفاجأة ما نقدرش نقول لكم عليها دابا حتى نوصل ان شاء الله. بغيتكم تبقاو معايا باش تعرفوا شنو هي هاد المفاجأة. المهم انا دابا غادي نكمل لكم مفاجاه اللي قلت لكم غادي نحطها قريب ان شاء الله. مني غنوصل لبلاصه بيان سور غادي نكمل لكم وتشوفوا فين انا وشنو علاش جيت اليوم بالضبط لتمارا. يلا نوصل ونكمل معكم الباقي. اديوس. جيت اليوم لتمارا على قبل واحد لو سوان اللي هو زوين، من بعد غادي نعرفكم شنو هو. جيت دابا لو سونتر ديال استيتيك ميديكال كاين في تمارا، سميتو اندلسيات. بطبيعه الحال كنا جينا وصورنا معاهم في شاده تيفي. اليوم جيت سبيسيال باش نجرب هاد لو سوان هذا، وكنتمنى انه يكون زعما يفيدكم. خليكم معايا باش تشوفوا هاد لو سوان وتعرفوا عليه اكثر، تعرفوا لاش كيليق. دابا انا موجوده. قبل ما نديرو هاد لو سوان اللي هو فوتوراجينيسمون، يعني جاي من لا جونيس، شي حاجه اللي هي ديما كتبقى شبابيه. المهم قبل ما نبداو هاد لو سوان هذا اللي بالمفهوم بالعربيه العلاج بالومضات الضوئيه، قبل ما كنبداو هاد لو سوان هذا ضروري كندير ماكييو الوجه. دابا بغينا نعرفوا شنو هي الخطوه الثانيه اللي غادي نديرو قبل ما نبداو هاد لو سوان. الوغ بعد ما ديماكينا لو فيزاج غادي نحاولوا ندوروا على كل ما هو مثلا الحجبان لي سورسيل باش ما توصلهمش الاشعه بهذا اللون الابيض، باش ما كتوصلهمش الاشعه. اي بلاصه بغينا الاشعه ما توصلهاش غادي نتراسيوها بهذا الكرايون هذا. مثلا الناس اللي عندهم الخلفه هنايا باغ اكزومبل حالي ما بغيناش توصل. داكوغ هنا حتى هو واخا كنديروا البوني، ولكن باش نكونوا سيغ دونك باش نكونوا متاكدين ان الاشعه ما غدوش ليهم. بالنسبه للكونتور ديال ليفر حتى هو غندير واحد لو جيل اللي غيحمي ليا البشره ديالي. ستيب 3 اللي هي الخطوه الثالثه، غادي نديروا واحد لي لونيت خاصين لهاد لو سوان هذا باش عينينا ما توصلهمش الاشعه ديال هاد لاباراي اللي غادي نستعملو بوغ لو سوان. هكا درتيها باش البلايص اللي فيهم اللي كيتعرضوا لي غيد اللي كيبانوا فيهم لي غيد كتفلاشيهم جوج المرات في دقه. وي بالنسبه للي ما عندوش هذا، ولكن اللي عنده لي غيد راه كنفلاشيو اكثر، كنفلاشيو حتى 3 ديال المرات. الخطوه التاليه غادي نمسحوا هاد لو جيل من بعد هاد لو سوان.
خاصكم تعرفوا باللي من بعد فاش درت هاد لو سوان هذا حسيت تنحس بوجهي دابا بحال كتكون وجهك دايره ليه لو سوان عادي اولا شي دو غوماج، ومن بعد داك الغوماج كديري ادغاطونط كتحسي بشي حاجه كتخليك كتحسي بوجه البشره ديالك فريش، يعني كتحسي بحال شي حاجه كتدخل لك البشره ديالك كتحسي بها منتعشه. هكا كنحس دابا من بعد هاد لو سوان. مازال خطوات اللي غادي نكملوا بها لو سوان. الخطوه هذه هي خطوه زوينه، علاش؟ حيت غنديروا واحد لو جيل اللي هو لو جيل ادغاطونط بيو ناتورال فيه مواد طبيعيه. بغينا نعرفوا هذا لو جيل هذا شنو مناش متكون. الوغ فيه الكونكوم ولا الالوي فيرا، الخيار والالوي فيرا. درنا هاد الادغاطونط هذا باقي ما كملناش، حيت باش غنماسيوه بواحد لاباراي. شنو هي هاد لاباراي؟ هاد لاباراي سي فيتافاز او لا لومينوثيرابي، العلاج بالضوء. دونك الدور ديالو تيثبت لينا تيدخل لينا هاد ليدغاطون هذا اللي درنا، يعطينا انتعاش وتيدير لنا ان ماساج المسك العضلات ديالنا، عضلات الوجه. فسالينا هاد المساج هذا ديال الادغاطون ما كنمسحوش. خاصكم تعرفوا ان هادشي ما كيتمسحش، كيدخل الوجه او البشره الوجه ديالنا بالايد، وهذوك الزوائد اللي كيبقاو فوق البشره كنحاولوا ما نمسحوهم بكلينكس، يعني بواحد المشوار كنحيدو غير الفوقاني اللي زايد. كيف ما كيبان لي انا بعدا وجهي مهم، كاينه نتيجه زوينه، كنحس بوجهي فريش صراحه. ما كنجاملش، كنقول صراحه داكشي اللي كنحس به. واحد الحاجه اللي هي اول مره جربتها زوينه. المهم هذا تريتمون ماشي سوا عادي، تريتمون كيكون تقريبا فيه ابتداء من 4 الحصص حتى ل 6 الحصص كيف ما عرفت. اول حاجه ملي كنجيو هاد لو سونطر هذا ولا المهم كتعمر واحد الاستماره قبل ما دير هاد لو سوان باش كيعرفوا لاج ديالك. علاش كيعرفوا لاج ديالك؟ باش يعرفوا التريتمون اللي غادي يولم لك البشره ديالك، حيت البشره اللي هي مثلا عندها 24 عام ماشي هو اللي عنده مثلا 40 عام اللي عندها 45 عام. يعني ممكن السن اللي غنبداو به هاد التريتمون 24 سنه ابتداء. ثاني حاجه البنات، هاد لو تريتمون هذا ما يمكنش يديروه شي سيدات او فتيات اللي كيتبعوا شي تريتمون ديال الدواء. مثلا اللي كتبع تريتمون ديال مثلا مريضه بالعظام ديالها اولا مثلا شي حساسيه. ثاني حاجه بالنسبه للسيدات اللي كتكون الله يستر الله يحفظ مريضه يعني كدير دياليز السيده. المهم هاد الامراض اللي كتكون هي خطيره ممنوعين عليهم منعا بتاتا هاد لو سوا او هاد لو تريتمون هذا، حيت ما يمكنش تكون شي سيده مريضه كتبع الدواء. لهذا في هاد الاستماره هذه كيعرفوا بالضبط شنو هو الدواء اللي مثلا اللي كياخذ الدواء ديال الحساسيه اللي حساسيه خفيفه ممكن يديروا ليه تريتمون بالمراحل ديالو. ثالث حاجه اللي هو الحصص ديال
هاد لو سوا او هاد لو تريتمون ابتداء او مينيموم 4 الحصص بالنسبه للبنات اللي عندهم او السيدات اللي عندهم البشره ديالهم ما متعرضاش بزاف لي غيد اللي هما التجاعيد. ممكن انها الماكسيموم ديالها 4 الحصص. علاش؟ حيت لاكو ديالها كتكون خفيفه. بالنسبه للسيدات اللي عندهم لي غيد او البنات اللي عندهم لي غيد بزاف تقدر توصل الحصص ديالهم حتى ل 6 الحصص، وما بين حصه وحصه 2 سيمانات، يعني 15 يوم او 14 يوم. المهم البنات من بعد ما ساليت هاد لو سوا هذا وغادي نخرج بطبيعه الحال، اهم حاجه اننا نديروها الايكرون. علاش؟ باش نحميو البشره ديالنا من اشعه الشمس، حيت يلا درنا واحد التريتمون اللي ما يمكنش من بعد ما درنا هذاك لو جيل ادغاتونط الاخراني غنخرجوا للزنقه يعني الشمس. نديرو ولا بد شي حاجه مهمه الايكرون ديال الشمس. مهم البنات كيف ما قلت لكم ان الفوائد ديال هذا لو سوا هذا او لو تريتمون فوتوراجونيزمون هو تريتمون اللي كيحفز الكولاجين في الوجه ديالنا، وخصوصا ان الوجه من بعد ما كيتعرض لاشعه الشمس، الجو اللي كيكون مره بارد مره سخون، كيتكونوا لنا واحد لي غيد، خصوصا هنا ما بين الحواجب، هنا في الجبهه ديالنا، في هذه البلاصه هذه ما بين الانف والفم، يعني بكثره الحركه كنضحكوا وكنغوشوا، يعني كيكون واحد لي غيد. كونوا متاكدين ان اي واحد غيدير هذا لو سوا اللي هو لو سوا او تريتمون ديالو فوتوراجونيزمون كيعطي واحد النتيجه اللي هي كتعجب اي سيده. كاع البنات ما كيبغوش لي غيد في وجههم. المهم البنات لا فيديو ديال اليوم سالات، نقول لكم تسناوني في الحصه الماجيه. ما تنساوش ابوني، بارطاجيو مع البنات صحاباتكم عائلتكم كلشي بغيتهم يعرفوا هذا لو سوا، لانه سوا جديد وتريتمون جديد. وما تنساوش تتابعوني دائما في لاشين ديالي تاكو او تيكا بيوتي. بقاو دائما تابعوني، ودائما غادي نقدم لكم الجديد واللي غيفيدكم. Closed doors, I'm a fool for your love.